السلام عليكم، انا عمر الجبلي من فريق بارفيروز. النهارده هنشوف تمرين البطن للمبتدئين. كل تمرين من التمرينات اللي هنعملها ده هيبقى 10 عدات، وهنعمل 3 مجموعات. الراحه بين كل تمرينه والتانيه دقيقه، والراحه من كل مجموعه والتانيه تبقى 20 ثانيه. نبدا اول تمرين. نقوم على الارض نعمل رجلينا بالشكل ده، نحط ايدينا ورا، نطلع بص نشتغل على اول عضله. تاني تمرين. تالت تمرين يبقى في نفس الوقت ونروح بالطريقة دي. تحاول تروح على قد ما تقدر ناحية رجلك. بعد كده هنطلع يبقى في الوضع ده. المفروض التمرين ده ابقى رافع رجلي واشتغل بالطريقة دي، كأني بجيب من حاجة من هنا واديها هنا واجيبها تاني واديها. في البداية انت هتبقى حاطط رجلك على الأرض وهتشتغل بالشكل ده. لما الموضوع يبقى سهل معاك تبدأ ترفع رجلك تشتغل بالوضع ده. بعد كده هننام على الأرض، نحط ايدينا تحت كده، التمرين اللي بعد كده نحط ايدينا بنفس الوضع، او ممكن نمسك لو في حاجة ورانا نمسك فيها بالطريقة دي. احنا كده خلصنا التمرين. هنلعبه 3 مرات في الاسبوع، 3 على 3 ايام. مع الوقت حاول تزود العدات وتزود الوقت في التمرين، يعني حاول تبطئ التمرين على قد ما تقدر عشان البطن بتستفاد اكتر كل ما تزود الوقت وهي مضغوطه. بتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.